أهلا وسهلا بكم على قناة الجزائر نيوز. الخميس الماضي 12 من ديسمبر 2024 عقد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي اجتماع للمكتب الفيدرالي في جلسة عادية بمقر الفاف بدال إبراهيم بالعاصمة، وجاء فيها ما يلي: أولا، المواعيد القادمة للمنتخب الوطني. تجري المباراة المقبلة للخضر خلال فترة التوقف الدولي من 17 إلى 25 مارس 2025، ويواجه المنتخب الجزائري كلا من بوتسوانا وموزمبيق في إطار الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم 2026. وجاء في البيان كذلك أن كل المباريات ستقام في ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو. أما عن الترتيب، أضاف المكتب قائلا: يحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة السابعة من تصفيات المونديال برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره الموزمبيقي بعد مرور 4 جولات. احتل المنتخب الوطني المركز 37 عالميا في تصنيف الفيفا للشهر نوفمبر 2024 والمركز الرابع إفريقيا. ويقدم المكتب الفيدرالي دعمه المعنوي والمادي الكامل للمنتخب الوطني لتحقيق أهدافه إن شاء الله يا رب. وكذلك أعرب المكتب الفيدرالي عن رضاه عن المسار المشرف وتأهل المنتخب الوطني إلى المرحلة النهائية من كأس إفريقيا 2025، حيث أنهى المنتخب الجزائري التصفيات في صدارة مجموعته مع أفضل خط هجوم وأفضل خط دفاع. وهذا ما كشفه الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم الخميس الماضي. نتمنى حظا أوفر للمنتخب الوطني.